يعني انا شايفه الدموع في عينيكي، اللحظه انت لسه شايفاها قدامك لغايه النهارده. ما بنامش بسببها. يعني علي فداني، وانا زغرت له، بس انا ما بعرفش ازغرت، بس لما وقع على صدري لقيت نفسي بزعق وبنادي الناس علشان تشيله معايا. طب ممكن اطلب منك طلب؟ انا قلت سريعا اللي حصل، لكن انا عايزاكي معلش تحكيه لنا انت بالتفصيل. انا كان يوم 25 كنت رايحه لصديقه ليا في وسط البلد عشان هي كانت تعبانه، وكان هي ساكنه بين نقابه الصحفيين وبين شارع معروف. وانا داخله الشارع لقيت فيه يعني امن مركزي كتير جدا، فما رضوش يدخلوني. فقلت له يعني ايه ما ادخلش، انا داخله بيتي. فقال له خليها تغور. فقلت له لا، احترم نفسك، ما تتكلمش معايا بالطريقه ديت، انا بتكلم معاك باحترام. فسبته ورحت داخله بيت صاحبتي وسلمت عليها، وبعدين فبتقولي مش لاقي حد يجيب لها فطار. فقلت لها انا هنزل اجيب لك. نزلت لقيت مظاهره. المظاهره ديت بتدعي انها يسقط النظام. فلقيت نفسي داخله في وسط المظاهره وبكلم صاحبتي وبقول لها ان انا في المظاهره ومش جايه، وكملت معاهم لحد التحرير. فجاه ببص لقيت الساعه 9 بالليل. جعت، رحت علشان اكل، بعدين روحت الساعه 1:30 بالليل. تاني يوم انا كان تعبت اول يوم علشان كنت لابسه كعب عالي وظهري وجعني ورجلي وجعتني من الكعب العالي. فروحت البيت تاني يوم، رحت مقرره ان انا انزل اشوف ايه الموضوع، لبست كوتش ونزلت. قضينا اليوم عادي، وبت بقى في الميدان يوم 26 ويوم 27. المظاهرات ما فيش احتكاكات بيننا وبين الشرطه. هو يوم 28 كان يوم الجمعه، حصل ان ضربوا علينا قنابل مسيله للدموع، وانا جايبه منهم نماذج، واتضرب علينا خرطوش. وبعدين دخلت، كان في شباب حواليا، منهم ولد اللي هو المرحوم علي، خدني ودخل. كنا احنا عند سينما قصر النيل، راح مدخلني بين الحيطه وبين قبل يعني اوضه خشب كده علشان في ارض بتتبني. فكان نفسي مكتوم خالص، مش قادره اخد نفسي من القنابل لانها كانت وقعت قدام مني. فاخدت الدخان كله في صدري. وما قدرتش، واتشهيت على روحي خلاص، وقلت له امشي امشي سيبني امشي. فقال لي لا، دراعه كله مليان خل. قال لي شمي ايدي، وبقى يمسك شعري كده خليني اشم دراعه. وانا كان معايا بيبسي، غسل لي وشي بالبيبسي. وبعدين فبقول له اسمك ايه؟ قال لي اسمي علي فتحي. بقول له ايه ده انت اخويا؟ فقام قال لي انت اسمك ايه؟ فبقول له انا اسمي مي فتحي، بابايا اسمه فتحي. بس وضحكنا ومش عارفه ايه، وخرجت. كان بيني وبين الضباط والعساكر تقريبا حوالي 30 متر او 40 متر حاجه كده. فجاه ببص لقيت احنا خرج، شفناه المنظر. انا بصيت كده وبص لقيت ضابط ماسك مسدس وبيعمل في المسدس بتاعه، وبيعمل كده بيضرب يعني بيصوب عليا انا. فلقيت علي ده راح خاطفني وراح راميني في ظهره، وفجاه راح عامل كده وقع عليا. هو حضرتك دي كانت اول مره تقرري انك تنزلي مظاهره؟ كنت بروح اتفرج على المظاهرات اللي كانت بتبقى عندي نادي القضاة، عندي نقابة الصحفيين، نقابة المحامين كده. يعني لكن ما بشاركش. حضرتك كنت مهتمة بالشأن السياسي؟ كنت بتحاولي تفهمي ايه اللي بيجرى، ولا لا بعيد ولا كنت بتشاركي فيه؟ انا لا، كنت بسمع بس، لكن انا من جوايا في حاجات، مشاكل كتيرة وقهر كتير جدا عليا. عايزه اشارك بس ما فيش مجال ليا، يعني في المظاهرات الصغيره دي ما فيش مجال ليا، يعني مش هقف في حاجه. دي مظاهرات اكبر، دي مصر كلها. انا عايزه اشوف اما شايفه في القنابل، في انا متاسفه علشان دي لسه ما كانتش اتفرغت كلها كامل. دي قنبله، ودي قنبله ثانيه، ودي خرطوش من اللي اتدرب علينا، ودي رصاصه انا خطفتها من الضابط. دي رصاصه حيه. ازاي خطفتيها من الضابط؟ هو رصاص حي طبعا. دي رصاصه حيه. دي
كان معاه رصاص في ايده، ضربت ايده وخدتها منه. بس دي بعد ما رجعت، لما سلمنا علي في الزاوية او المسجد الصغير اللي احنا دخلناه فيه. وانا راجعه، هو الله يرحمه، هو يعني وقع مات في الله يرحمه في لحظتها. يعني انا قعدت اقول له علي كلمني، ما تغمضش عينك، كلمني علي، كلمني، لحد لما حطيت ايدي على رقبته كده ما فيهاش نبض. لما لقيت ما فيش نبض رحت زغرت له علشان هو ما اتقتلش، هو استشهد. فكان الشهيد ما بيتصوتلهوش ولا بيتبكي له، الشهيد بيتزغرت له. وانا عايزه اقول لاهله اذا كانوا هم سامعيني، ارجوكم زغرتوا له، ارجوكم، علشان هو عريس، وهو مشي من دنيا الباطل وراح دنيا الحق، وهو عند ربنا. انا عارفه ان هو حي في وسطينا، انا بحبه وبحترمه. بس برضو يعني انا اتكلمت كده عن، يعني انا لا هنسى علي ولا هنسى الضابط، مش هنساهم هما الاثنين طول عمري. حتى يعني مهما حصل في دنيتي مش هنسى الاثنين دول. اما هتروحي تقولي شهادتك لما دلوقتي في لجنه سواء في المجلس القومي لحقوق الانسان او من خلال السلطات، هتروحي تقولي شهادتك؟ هتقولي ايه اللي حصل بالظبط؟ طبعا اكيد، انا لو حد استدعاني انا هروح له. وكمان بس انا عايزه الاول يعني اشكر قواتنا المسلحه، لاني يوم ما سياده الرئيس اتنحى انا بصراحه ربنا نزلت، كنت في ميدان التحرير، سلمت على الضباط وعلى العساكر وكنت ببوس ايديهم، لان ايديهم ما اترفعتش على حد فينا. ما فيش عسكري اترفعت ايديه على حد فينا ولا ضابط. ويعني حتى لا كانوا بياخدوا مننا اكل ولا كانوا بياخدوا مننا ميه ولا كانوا بياخدوا مننا سجاير، وكانوا ناس محترمه جدا في وسط الميدان. يعني ما فيش حد اعتدى علينا حتى بلفظ جارح. لكن الضباط صحيح اذا كانت عليهم اوامر واتيفر اللي كانوا هم فيه، ما توصلش بيهم ان يقتل اخ او اخت ليه، ما توصلش بيهم ان هو يعني يقتلنا حتى بقنابل مسيله للدموع. دي منتهيه الصلاحيه. لو حضرتك منتهيه الصلاحيه. انا لحد دلوقتي صدري مش قادره اخد نفسي بسببه، ما بنامش. يعني كفايه ان انا عمري ما شفت حد بيتقتل على صدري انا. شهاده مهمه من الدكتوره مي في عدد كبير جدا من الناس، الالوفات والناس اللي كانوا موجودين. هنسمع منهم قصص كثيره جدا، سواء هنسمعها من خلال الحكايات اللي بيحكوها لبعضهم، لاصدقائهم، لعائلاتهم، او يمكن زي ما بنقول لحضراتكم